بداية من عصر السومر، يعني بداية الدولة اللي زرعت الذهنية براس الرجل هي ذهنية السلطة. بداية قبل أن نقول كانت يعني كان المرأة والرجل كانوا يعيشون في مرحلة حياة تشاركية، لكن بمرحلة بداية تأسيس الدولة هناك صار خلل، يعني مثل ما نقول يعني انشال هذا التوازن. كان قبل في توازن مرحلة الطبيعية، بعد انفاء المرأة وتهميشها من مرحلة من المجتمع صار خلال بالدنيا، يعني ما ظل توازن، حتى ما ظل شيء اسمه توازن بالحياة. بداية ذهنية الدولة اللي زرعت النظام الذكوري هي السلطة، من ناحية هجمت على الرجل، من ناحية كمان الدين، انه المرأة غير قادرة على كل شيء. المرأة هي شغلتها يعني مثل ما بنقول بالبيت غير قادرة بس لإشباع غريزة جنسوية من اتجاه جنسوي، يعني هي شغلة بس جنسوي، غير قادرة على كل شيء. لكن خلال من 2011 هناك بعض التغيرات حصلت من 2011 لحد يعني بداية الثورة، تأسيس ثورة روجا آفا. هناك تغيرات، الشيء اللي شفناه ضمن ثورة روجا آفا انها حركة او قوات مثل ما نقول يبجة، هناك فعاليات قوية انه المرأة قادرة. المعارك الذي سوانا يعني التضحيات اللي قدمناها الرفيقات من خلال أو المرأة اللي تقدمتها بحركة يبجة، عمليات اللي ساوتها يعني الرجل ما قدر يعملها. نحن اليوم قبل يوم الدولة كانت تصنع انه تقول بس انه النظام الذكوري هو القادر على كل شيء. بعد ثورة روجا آفا عرفنا انه مثلا المرأة والرجل اثنيناتهم يستطيعون، يعني قادرين على كل شيء، مو بس الرجل يعني، بس من خلال الذهنية الذكورية ومن خلال الدولة الشيء اللي زرعته بفكر الرجل أو الفكر الذكوري إنه المرأة غير قادرة، هي اللي همشت هذا المجتمع. يعني ابتعدت المجتمع، خرج عن طبيعته. لما شلون خرج المجتمع عن طبيعته؟ لما تم استخراج المرأة. لكن بعد الثورة تغيرت نظريتنا، هناك بعد التغييرات للنظرية. كنا قبل نشوف من ناحية انه ما نقدر نقول مرأة خلص انت اساسك البيت، اساسك الولاد، اساسك شباع الرجل، اساسك خدمة الرجل. لكن هذا النظرية تغيرت. اليوم المرأة قادرة تعمل، قادرة تدرس، قادرة تحارب، قادرة تعمل اي شيء. اليوم يعني مثلا ليش هذه الذهنية النظام الذكوري؟ ليش؟ لحتى نتخلص من هذا الشيء عن طريق فلسفة وفكر القائد. لازم نتخلص من هذه الذهنية النظام الذكوري والتعصب الجنسوي، لازم نتخلص من هذا الشيء. الشيء اللي طرحه علينا القائد لما يقول ثورتنا هي ثورة مرأة. اليوم نحن خلال هاي الفلسفة وفكر القائد قدرنا نتطور كثير من الشغلات يعني داخل المجتمع. اليوم قدرت المرأة والرجل يقدروا اليوم يعيشوا مع بعض ويعيشوا الحياة، يقدروا يتعاملوا مع بعض، قدروا يحاربوا مع بعض، قدروا يعني يساووا كل شيء مع بعض. يعني النظرية اللي كانت تقولها قبل يعني كانت تزرع الدولة، هذه النظرية تغيرت، يعني في منها تغيرات كثيرة. اسمي سرحت سابل 2018 من محافظة الحسكة. بنحكي شوي عن الذهنية الذكورية اللي طبقت على المرأة والاختلاف اللي نظرناه احنا كمجتمعات هون قبل الثورة وبعد الثورة وبعد الايديولوجية القائد عبد الله أوجلان، كيف طبقت هون وكيف تحررت. القائد عبد الله أوجلان حط النظريات اللي متهضة بها المرأة من الرأسمالية ومن غيره. بالبداية الذهنية السلطوية اللي دمرت مكانة المرأة، حطت مكانة المرأة هي عبارة عن آلة، تمام، أو لإنجاب الأطفال بس، ما إلها حرية رأي، ما إلها قدرة. غيروا طاقاتها إلها طاقات جسدية بس، شغلوا عليها الدول الثانية، لأنه هي المرأة بالبداية كانت ثورة الزراعة لإلها، والأدوية هي اللي بادرت بهذا الشيء وهي اللي صنعت هذا الشيء، فهذا الشيء دمر مكانة الرأسمالية. الأدوية والشيء اللي احنا عم نشربه أدوية اللي صيدلية، فاليوم عبارة نرجع على انيناتنا وحباباتنا الكبار. ما في شيء اسمه صيدلية. أنا حبابتي بالبيت عندها شنطة صغيرة، هي الصيدلية العامة. وإيش الصيدلية العامة؟ عبارة عن أكياس، هي العشبة وهي العشبة، هي لوجع بطنك، هي لوجع راسك، هي ما في شيء اسمه صيدلية وقرار شيت وغيره. فالأمور المستوردة واللي حاولوا يدمرونها ما يقدرون هن انه ينهوا مكانة المرأة بشكل عام، لأنه هذا شيء موجود أساس. ممكن صهروا مكانتها تمام ونزلوا من مكانتها، بس في طاقة
للمرأة تمام انها تقدر تسترجع مكانتها. القائد عبد الله أوجلان يقول احنا قائمين ثورة ضمن ثورة، الثورة الأساسية هي ثورة الحرية، والثورة الثانية حرية المرأة من أجداده وأجداده. يعني البنت الصغيرة هلا قبل الثورة نحكي احنا، البنت الصغيرة لما تطلع على أمها تمام كيف الصبح مثلا بشغلها ويتعيط عليها وكلامها مو مسموع وغيره، فصارت خلاص عبارة هي حتى يعني شوفي الطفلة لما تلعب تمام تلعب انه هي عروس، تلعب انه هي لازم تتزوج تمام وتروح على بيتها بس. وسقف احلامها ذكرناه، سقف احلامها ان هي تعرف تقرا وتكتب بس. ضمن الايديولوجيه القائد عبد الله أوجلان حكاها، صار في تطور للمراه، المراه عرفت حقوقها، عرفت مكانتها، صار بمؤتمرات، مؤتمر ستار وغيره 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 ومؤتمرات كثيره، المراه صار بها نضال حربي. ما ننسى نحن بدايه الثوره شهيده زيلان، شهيده بريتان، شهيده افيستا اللي لهم مكانه عظيمه ضمن الثوره. ثورتنا ثوره المراه. نعم ما أقرأ قام شلوج باشار قام شلومه تليفونام 2016 ببري شروش يعني إسلام تصدر بو يعني ناوي بيشن وكا جنيه يعني تما في جنيه نبو تشتكي جنيه نبو يعني إسلام دفع حاكمية صارت من هر تشي بانا يعني وكا بيشن بيجن تدرفتنا دار جنيه بيجن وعربي يعني وكا في نبو نادش بي وكا في شي يعني شي خلاص تشيني دمال دبه إسلام يعني حكم حمود دستي إسلام دبه يعني هو حاكمي هر تشتي بي دن قرن جيش نيد نواج واجد تنبو هاتبو كشتن يعني فكرة سروقاتي وقد نوا بشورشة ده وكافي تشيبو نوا شورشة ده هذي بوكافي أشياء اسكار بكم جينجي كارب كه راجم چکه جينجي كار راجي چکه شر بكم جينجي كار شرب كه يعني وكافي نوا بشورشة ده فكرة سروقاتي نسني زنيت نوجنات غرتنا إسلام جات غرتنا زنيتا وات غرتنا نوا بشورشة ده